ومع ثبوت هلال رمضان بتعلن الحكومة الأفغانية إن أول أيام رمضان إجازة رسمية في البلاد احتفالا بالشهر الكريم. والأسواق من أول يوم بتلاقيها زحمة جدا لشراء كل المستلزمات الأساسية اللي هيتم استخدامها خلال الشهر الفضيل. وبالرغم من الاختلاف بين الأسر في طبيعة الفطار في رمضان، فتلاقي أسر بتفطر فطار خفيف وبعد كده بينزلوا يصلوا المغرب، والسيدات بتجهز السفرة لحد ما يرجعوا من الصلاة، وأسر تانية بتفطر الأول وبعد كده يصلوا المغرب. وصلاة التراويح في أفغانستان طبيعة خاصة جدا في نفوس الأفغان اللي بيحرصوا على صلاتها في المساجد اللي بتكون مليانة على الآخر. والمائدة الأفغانية بتتميز بإنها مائدة بسيطة جدا، وبتتميز في رمضان بالتمر والعصاير وشوربة الخضار والبولاني، واللي بتعتبر أكلة مشهورة هناك، وهي عبارة عن عجينة محشية بطاطس وبصل وجزر.